وصفتنا النهاردة بطعم زمان وريحة زمان، يعني هتتعمل بطريقة أمي وأمك والناس الحلوة الجميلة دي، وفضلا وليس أمرا تدعو لأمي وأبويا وأمواتنا وأموات المسلمين بالرحمة في الأيام الجميلة دي. مبدئيا ده كان فطارنا، ومش هطول عليكم عشان هنزله لكم في فيديو لوحده. بس الحلو بتاعنا النهاردة عملناه على طريقة أمي وأمك والناس الحلوة الطيبة بتاعت زمان، في طاسة كده أو صينية من فوق البوتاجاز حطينا كده حتة زبدة حلوة ومعلقة زيت وسيحناها بالشكل ده، ونزلنا بالكنافة بتاعتنا كده. وهنعمل الكنافة بالطريقة دي، بطريقة الناس الحلوة الناس الجميلة بتاع زمان اللي ذكرهم وريحتهم ما بتفرقناش أبدا. وهنكبسها بالطريقة دي كده، اقعدي اكبسي فيها كده كويس عشان تتماسك معاكي. والحشوة الجميلة البسيطة اللي كنا بناكلها بعد الفطار وأمي وأمك بيعملوها، هتحطي الحشوة ديك زبيب سوداني جوز الهند ودول معلقتين من سكر البودرة، هيمسكولي الحشوة ويثبتولي الكنافة. وهننزل بالطبقة التانية من الكنافة كده زي ما انتوا شايفين، وهنرجع نكبس الكنافة تاني بالطريقة دي. هنكون مسيحين حتة زبدة تاني، وهنقول حتة زبدة مش هنقول قطعة زبدة زي ما أمي وأمك كانوا بيقولوا. وهنفضل نلف في الكنافة كده عشان تاخد لون معانا وتحمر. وكانت ليها طعم تاني وريحة حلوة وطعم حلو وأيام زمان الجميلة. اكبسيها تاني كده زي ما انتي شايفة، هتلاقي الزبدة ابتدت تظهر معاكي في الوش كده بتاع الكنافة. يلا بقى على صينية ونقلب الكنافة بتاعتنا، وهنجيب منديل كده ورق من مناديل المطبخ وهنمسح الكنافة علشان الكنافة اللي متفرفتة ديك ما تتحرقش مننا، ونرجع نرجعها في الصينية من تاني من غير ما نحط ولا حتة زبدة. وهنلف الصينية من تاني ونقعد كده نلف زي ما كلنا كنا بنتلف حوالين أمهاتنا وهي بتعمل الكنافة. وده الشربات بتاعنا عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية ونص مية بيغلوا 10 دقايق، عليهم عصرة ليمون، وبتنزليه يبرد وبيتحط على الكنافة بارد. وعملنا الكنافة ورجعنا أيام زمان، ويا ريتنا كنا نعرف نرجع اللي فات من تاني، وأي حد وحشنا نعرف نرجعه من تاني. بس أتمنى تدعوا لأمواتنا بالرحمة في الأيام الحلوة دي. ودي كانت وصفتنا النهاردة على طريقة الناس الحلوة. يا رب تكون عجبتكم، أشوفكم في وصفة جديدة وأكلة جديدة، وكل سنة وانتوا طيبين.